عشان أحرك جزازة العشب دي لازم أطبق عليها قوة، بس كمان مهم نلاحظ إن القوة بتطبق علي أنا كمان. أقدر أوضح ده لما أحاول أدفع جزازة العشب من غير ما أثبت نفسي، زي لما أقف على رجل واحدة. ممكن تكونوا عارفين ده كقانون نيوتن الثالث للحركة، اللي فيه كل فعل له رد فعل مساوي ليه في المقدار ومضاد ليه في الاتجاه. لما نطبق قانون نيوتن الثاني للحركة اللي فيه القوة بتساوي الكتلة في التسارع، نقدر نحسب التسارع النسبي لكل جسم. لو تجاهلنا كل قوى الاحتكاك زي قوة الاحتكاك بين عجلات جزازة العشب والأرض، ولو كانت كتلة جزازة العشب زي كتلتي بالضبط، احنا الاثنين هنتسارع بنفس المعدل لكن في اتجاهين متعاكسين. أول ما إيدي تسيب مقبض جزازة العشب، القوة اللي بينا بتنتهي، وكمان التسارع في الاتجاهين بينتهي. بس احنا الاثنين هيبقى عندنا سرعة نهائية وهنكون ماشيين في اتجاهين متعاكسين. واحنا فعلا نقدر نحسب السرعة النسبية بينا باستخدام قانون حفظ الزخم. احنا بنحسب الزخم عن طريق ضرب كتلة الجسم في سرعته، ولما نطبق قانون حفظ الزخم على المثال ده نقدر نقول إن الزخم النهائي لجزازة العشب بيساوي الزخم النهائي بتاعي. دلوقتي أنا عارف كتلة نفسي، ففعلا أقدر أحسب السرعة اللي هتدفعني لورا، وده بيعتمد إذا كنت هستخدم جسم تقيل جدا زي جزازة العشب دي وماشي ببطء شديد، أو جسم خفيف جدا وماشي بسرعة كبيرة زي لما أطلق رصاصة من مسدس. قانون حفظ الزخم ده كمان ممكن نطبقه على الأجسام الدوارة زي العجلة دي. العجلة دي كتلتها قليلة جدا مقارنة بي، فهحتاج ألفها بسرعة عالية جدا علشان أديها زخم كافي، وفي الحالة دي بنسميه الزخم الزاوي لأنها بتلف، علشان أدي نفسي زخم كافي يخليني ألف في الاتجاه العكسي. مع ذلك المفروض يكون كفاية، على الأقل يخليني أفقد توازني. تمام، المثال ده كان سيء جدا، فأعتقد إني محتاج أروح أبني جهاز اختبار علشان أشرح الموضوع ده بشكل أوضح شوية. دلوقتي عجلات رد الفعل بتشتغل بنفس الطريقة بالضبط زي عجلة الدراجة دي، بس زي ما قلت علشان كتلة عجلة الدراجة كانت قليلة جدا جدا ووزني أنا أكبر بكثير، كنت محتاج أسرع العجلة بسرعة جدا جدا علشان أقدر أحرك وزني في الاتجاه العكسي. فأنا عملت جهاز اختبار صغير هنا علشان أحاول أدي مثال أوضح عن إزاي عجلات التفاعل بتشتغل. هنا تقدر تشوف قرص ألومنيوم ثقيل متثبت على محور موتور كهربائي، والموتور نفسه متثبت في ظهر اللوحة الزرقاء دي. ودلوقتي اللوحة الزرقاء دي وكل الجهاز ده متثبتين على محور دوران ومتوازن عليه علشان يحاكي قمر صناعي في الفضاء أو درون في الهواء. هو مش عايز يرجع لوضعه المستوي لوحده في حالته الحالية. ودلوقتي لو طبقت جهد كهربائي على الموتور ده، العجلة دي هتبدأ تلف في الاتجاه اللي الموتور متوصل عليه، وده هيزود الزخم الزاوي للعجلة دي. ولأنه الزخم الزاوي لازم يفضل محفوظ، هيأثر كمان بزخم زاوي على اللوحة الزرقاء دي. يعني مثلا لو القرص لف مع عقارب الساعة، القرص الأزرق هيلف في الاتجاه العكسي عكس عقارب الساعة. دلوقتي أنا ما وصلتش ده مباشرة ببطارية ومفتاح، بدل كده أنا ركبت شوية جيروسكوبات وحساسات تسارع على ظهر اللوحة دي، اللي المفروض يخلي اللوحة تحاول تعدل نفسها لوحدها، والوسادة البيضة دي بتكون فوق اللوحة. يعني لو حطيتها بزاوية زي كده المفروض تحاول تدور العجلة في اتجاه معين علشان ترجع لوسادة الفوم دي لفوق تاني. يلا نوصلها بالكهرباء ونشوف إذا الجهاز التجريبي ده هيشتغل ولا لأ. تمام، وصلتها بالكهرباء وحطيتها بزاوية معينة، يعني المفروض تقدر تعدل نفسها. هو كده رفع الوسادة البيضاء للوضع المستوي. دلوقتي العجلة بقت ثابتة دلوقتي لأنها مش محتاجة تدي أي زخم زاوي زيادة للوسادة الزرقاء دي، لأنها وصلت للمكان اللي هي عايزاه. اللي كمان مثير للاهتمام في جهاز الاختبار ده هو إنه لو طبقت قوة خارجية على اللوحة الزرقاء دي، الجيروسكوبات وأجهزة قياس التسارع هتكتشف ده، وبالتالي هتلف العجلة في الاتجاه اللي أنا دفعت فيه علشان تحاول تمتص كل الزخم الزاوي. يلا نجرب كده.
شايف كده؟ هو بيلف الموتور في اتجاه معين علشان يحاول يمتص دوران اللوحة الزرقاء دي. المهم تعريفه عن عجلات التفاعل هو إنها ممكن توصل لحاجة اسمها التشبع. يعني ببساطة الموتور مش هيقدر يلف أسرع من كده، وبالتالي مش هيقدر يسرع العجلة أكتر من معدل لفاتها الحالي. ودي مشكلة كبيرة مع الأقمار الصناعية، وأظن إنها ممكن تكون مشكلة مع درون دي كمان. لو رجعتها للوضع المستوي المفروض الموتور يقف. دلوقتي معايا عجلتين. دي كانت عجلة التفاعل اللي كانت راكبة على جهاز الاختبار التجريبي، والعجلة دي هتركب على ترون. العجلة الأولى دي وزنها 194 جرام، ودي وزنها 85 جرام، يعني وزنها أقل من نص وزن العجلة الأولى دي. لو رجعنا لمعادلة الزخم الخطي اللي قلتيها في بداية الفيديو، اللي هي الكتلة في السرعة بتساوي الزخم، ده معناه إن العجلة دي هيكون ليها زخم أكبر بكتير من العجلة دي لو الاتنين بيدوروا بنفس السرعة. بس أظن لازم نبص على معادلة الزخم الزاوي بدل كده. دي معادلة الزخم الزاوي. بدل ما تكون الكتلة في السرعة، هي في الحقيقة عزم القصور الذاتي في السرعة الزاوية اللي هي معدل دوران الجسم. بس الجزء المهم هو عزم القصور الذاتي. لو طبقنا قانون حفظ الزخم على ده، نقدر نقول إن عزم القصور الذاتي للطائرة في معدل دوران الطائرة بيساوي عزم القصور الذاتي للعجلة في معدل دوران العجلة. دلوقتي اللي احنا عايزين نعمله هو إننا نزود معدل دوران الطائرة لأقصى درجة علشان يبقى عندنا تحكم كامل في وضعية الطائرة. والطريقة اللي نقدر نعمل بيها كده هي إننا نقلل عزم القصور الذاتي للطائرة، أو نزود الزخم الزاوي للعجلة عن طريق زيادة عزم القصور الذاتي للعجلة أو زيادة السرعة الزاوية. دلوقتي احنا مش هنقدر نزود السرعة الزاوية أكتر من اللي الموتور الكهربائي مصمم عليه، لأنه هيوصل لأقصى عدد لفات في الدقيقة ومش هيزيد عن كده. يعني ببساطة اللي احنا بنتعامل معاه هو عزم القصور الذاتي للعجلة والطائرة. عشان نخلي ده عالي على قد ما نقدر، لازم يكون عندنا عجلة ذات عزم قصور ذاتي عال جدا، وطائرة ذات عزم قصور ذاتي منخفض جدا. تعالوا نتكلم عن عزم القصور الذاتي للعجلة. عشان نحسب عزم القصور الذاتي لقرص أو حلقة، دي المعادلات اللي بنستخدمها. زي ما انتم شايفين، للقرص الصلب زي أول عجلة رد فعل، هنا المعادلة هي نص mr تربيع، يعني نص في الكتلة في نصف القطر تربيع. أما بالنسبة للحلقة اللي شبه دي، طبعاً من غير الأعمدة اللي في النص، بنلاقي إن عزم القصور الذاتي هو الكتلة في نصف القطر تربيع. يعني لو الاتنين دول ليهم نفس الكتلة ونفس نصف القطر، الحلقة هيكون عندها ضعف عزم القصور الذاتي مقارنة بالقرص. يعني ببساطة كده، ده معناه إن نصف القطر ليه تأثير أكبر على عزم القصور الذاتي من الكتلة، لأنه بيتربع. يعني لو ضاعفت نصف القطر كأنك ضربته في 4، لكن لو ضاعفت الكتلة هو بس زي إنك ضربتها في 2. فالقرص الصلب ده مع إنه وزنه تقريباً أكتر من ضعف وزن القرص الثاني، إلا إنهم فعلياً عندهم نفس مقدار القصور الذاتي. ودلوقتي عشان ده شكل معقد شوية أكتر من مجرد حلقة بسيطة، أنا صممت القراصين دول في برنامج التصميم بتاعي، ولو بصيت على الحسابات في البرنامج أقدر أثبت إن الاتنين عندهم نفس مقدار القصور الذاتي. طيب ده معناه إيه بالنسبة للمشروع ده؟ هنا عندي عجلتين رد فعل، الاتنين عندهم نفس عزم القصور الذاتي، ولما أركبهم على نفس الموتور الكهربائي هيبقوا ليهم نفس السرعة الزاوية. ده معناه
إن الاتنين هيقدروا ينقلوا نفس كمية الزخم الزاوي للطائرة المسيرة، بس العجلة دي وزنها نص وزن العجلة التانية. وده مش بس هيقلل الوزن الكلي للدرون، لأن دي طبعاً وزنها أقل بكتير، وكمان إن شاء الله هيزود وقت الطيران للطائرة. وكمان بيسمح للدرون إنها تستخدم مواتير أصغر بكتير علشان ترفع العجلة دي بدل العجلة التانية، وده بالتالي هيقلل القصور الذاتي للدرون، وده كمان هيساعد على زيادة السرعة الزاوية للطائرة. فإحنا مش بس حافظنا على نفس القصور الذاتي، إحنا كمان قدرنا نقلل القصور الذاتي للدرون، وده زي ما قلت قبل كده مهم جدا لزيادة السرعة الزاوية، وبالتالي الحفاظ على التحكم في الطائرة. فأنا أعتقد إنه الوقت جه عشان نبدأ نبني الدرون ده. قبل ما أكمل بناء الدرون بعجلة التفاعل دي، عايز أستعرض معاكم شوية من المكونات اللي اخترتها عشان أتحكم في عجلات التفاعل. هنا تقدروا تشوفوا موتورين بفرش مركبين عمودي على بعض بزاوية 90 درجة، وعلى أعمدة الخرج بتاعت الموتورين دول هتركب عجلات التفاعل. دلوقتي العجلتين دول هيقدروا يتحكموا في محور الرول والبيتش، ومش هحط عجلة لمحور الياو لأني هتحكم فيه عن طريق التحكم الإيروديناميكي بالمراوح. أنا اخترت أستخدم موتور بفرش بدل الموتورات الحديثة اللي من غير فرش، عشان من الصعب جدا تتحكم في الموتور اللي من غير فرش على سرعات منخفضة جدا في الدقيقة. الموتورات دي بتحتاج يا إما نوع من الإنكودر أو حساس هول إفكت عشان يعرفوا بالضبط مكان الروتور. وكمان من الصعب جدا تغير اتجاه الموتور اللي من غير فرش بشكل سلس. مع إنه وحدات التحكم في سرعة درونز تقدر تغير اتجاه الموتور اللي من غير فرش، بس غالباً بتعمل فرملة قوية جداً وتسارع قوي جداً لما تغير الاتجاه. وأظن إن ده هيعمل مشاكل مع عجلة التفاعل لما الدرون يكون في الهواء. مع الموتور اللي فيه فرش تقدر ببساطة تغير اتجاه الجهد والتيار، وحيبطئ الموتور ويسرع في الاتجاه الثاني بسلاسة. السبب الثاني إن الموتورات دي فيها صندوق تروس، وده معناه إن عجلة التفاعل تقدر تاخد عزم كبير من الموتور من غير ما تلف بسرعة جامدة وتسبب مشاكل جيروسكوبية. عشان أشغل الموتورات اللي فيها فرش دي عندي درايفر موتور تحت هنا في الجزء السفلي. درايفر الموتور يقدر يشغل الموتورين مع بعض، وده مفيد جدا، وبيتم التحكم فيها عن طريق الأردوينو نانو ده. دلوقتي علشان الأردوينو نانو يعرف يلف الموتورز في الاتجاه الصح ويتحكم في الدرون، أنا عندي فلايت كنترولر من درون عادي وبرمجته إنه يطلع إشارات سيرفو، والأردوينو نانو يقدر يقراها. الفلايت كنترولر ده فيه جيروسكوبات وحساسات تسارع علشان يقدر يكتشف أي حركة للدرون، وكمان أقدر أتحكم في حركة الدرون باستخدام ريسيفر وجهاز تحكم عن بعد. يعني لو ركبت بطارية المفروض نشوف كل حاجة بتنور، والمفروض يبقى جاهز خلال ثانية. تمام كده، ده معناه إن الموتورات جاهزة تدور. ولو ميلت الدرون المفروض واحد من الموتورات يشتغل، لو ميلتها في الاتجاه ده المفروض الموتور ده يشتغل. أيوة كده الموتور ده اشتغل. ولو ميلتها الناحية التانية الموتور التاني هو اللي يشتغل. ودلوقتي أقدر كمان أحط جهاز التحكم بالراديو هنا وأتحكم في الاتجاه باستخدام أذرع التحكم بتوعي، وده معناه إني أقدر أتحكم في الدرون وهي في الهواء. فكده أنا عرفت إن الجيروسكوبات ومقاييس التسارع شغالين مع الأردوينو علشان يتحكموا في مواتير عجلة التفاعل. أظن جه الوقت إني ألحم المواتير علشان أرفع الجهاز ده في الهواء. دلوقتي ممكن تكون بتسأل نفسك، توم ليه بتحاول تتحكم في درونز باستخدام عجلات التفاعل؟ الدرونز بتطير كويس جدا زي ما هي. بصراحة أنا ما عنديش أي فكرة. بصراحة أنا شايف الفيزياء وراء عجلة التفاعل مثيرة جدا، خصوصا موضوع حفظ الزخم ده. ولو الدرون دي ما طارتش هيبقى كل ده مضيعة كبيرة للوقت والفلوس.
وحتى لو الدرون دي ما طارتش، على الأقل أنا تعلمت حاجة، ويا رب أكون علمتك حاجة كمان. بس لسه فعلا بتمنى إن الحاجة دي تطير. صح، أنا عارف إن ده لسه شكله أكتر شبه زينة كريسماس مش درون، فعشان كده علقتها في السقف علشان أظبط شوية إعدادات جوه وحدة التحكم في الطيران. لما علقتها في السقف أنا كده بسيب محور من المحاور حر. في الحالة دي هو عجلة التفاعل الخاصة بمحور التدحرج، وأنا فعلا أقدر أحاكي اللي حيحصل لو طبقت قوة خارجية عادية، وأشوف إذا كانت عجلة التفاعل هتستجيب ولا لأ. ومش بس كده، أنا كمان أقدر أتحكم فيه عن طريق الريموت كنترول بتاعي وأخليه يلف. بص، أقدر أعمل لفات بزاوية 360 درجة بدقة عالية بخطوات 90 درجة. يعني عندي تحكم كويس جدا في المحور ده. يعني دلوقتي الدرون بعجلة التفاعل بقى جاهز، ويا رب يكون شكله بقى شبه الدرون أكتر من الأول مع المراوح اللي فوق وتحت. بالنسبة للتحكم في الدرون ده، عجلات التفاعل هتتحكم في محور الميل ومحور التدحرج. عشان أتحكم في محور الانعراج هستخدم دافع تفاضلي للمراوح دي. المراوح بتلف في اتجاهين متعاكسين عشان تمنع أي دوران ناتج عن العزم أثناء التحويم. وبعدين عشان أتحكم في محور الانعراج، واحدة هتسرع والتانية هتبطئ، والفارق في العزم إن شاء الله هيخلي الدرون يلف في الهواء. يعني ببساطة كل الموضوع بيتحكم فيه عن طريق تغيير عزم جسم زي المروحة أو عجلة رد الفعل. فأنا هشحن البطارية وبعدين أظن إحنا جاهزين لتجربة الطيران. حطيت الدرون على بلاطة، مش بس عشان المروحة ما تلمسش العشب، لكن كمان عشان أتأكد إنها واقفة بشكل مستوي تماماً. لو ما كانتش واقفة بشكل مستوي، عجلات التفاعل هتحاول تعدلها وتخليها مستوية، وممكن تتشبع حتى قبل ما تطير. يلا نجرب تاني وتاني. وقت التصليحات. فأنا عملت شوية تعديلات، غير إني بس غيرت المراوح القديمة المكسورة. لسبب ما، عجلة التفاعل الخاصة بالميلان فيها عزم أقل بكثير من عجلة التفاعل الخاصة بالدوران. وده غريب جدا لأني اشتريتهم من نفس المورد، وهما نفس الموتورات وبنفس المواصفات. الاثنين متقيمين على نفس عدد اللفات ونفس نسبة التروس كمان. بس لسبب ما، العجلة دي فيها مقاومة أو عزم أكتر بكتير من التانية. مش متأكد إذا كان فيها نسبة تروس مختلفة أو مغناطيسات مختلفة، بس اللي عملته إني عدلت الإعدادات جوا وحدة التحكم في الطيران علشان أخلي العجلة دي تدور أسرع من الأول. كمان غيرت البطارية لبطارية فولت أعلى علشان تدي الموتورز قوة أكتر، وكمان عدد لفات أعلى في الدقيقة، وده المفروض يأخر تشبع عجلات التفاعل شوية. علشان أوازن البطارية دي ضفت شوية أوزان رصاص في الرجل دي هنا. وخطتي للرحلة الجاية، ما عنديش مراوح كتير فاضلين، بس خطتي إني أحاول أخليه يقلع بأسرع ما يمكن، وبعدين أشوف إذا عجلات التفاعل هتقدر تتحكم فيه ولا لأ. أنا شايف لو فضلت كتير على الأرض، عجلات التفاعل بتحاول تقاوم الأرض علشان تلفه أو تميله، وفي الآخر بتتشبع قبل ما الطيارة حتى تقلع. يلا بينا نجربه في رحلة اختبار تانية.
المحاولات اللي بعدها ما كانتش أحسن بكتير. بس بعدين بصيت على الفيديو البطيء للرحلة دي واكتشفت إن الدرون كان بيلف حوالين محور إلياو بتاعه. فزودت قيم PID للياو وجربت تاني. محور لياو شكله ثابت دلوقتي، وأظن إننا قربنا ننجح. أو يمكن لا. بس بعدين ده حصل. التصوير البطيء بيبين بوضوح إنه عجلات التفاعل بتحاول تحافظ على وضعية الدرون ومش بتلف بسرعة كفاية عشان يكون في مشكلة بلوغ أقصى عدد لفات. مع إن الرحلة اللي استمرت 8 ثواني دي كانت ناجحة، الرحلة اللي بعدها وقعت وقعة جامدة، وده أدى لكسر حامل الموتور اللي فوق. فمع قرب نهاية الدرون اللي شغال بعجل دوارة ومراوح زي كيوبسات، كان لازم نجرب آخر رحلة اختبار. يبقى كده جه وقت نخلص المشروع ده. هو كان مشروع طويل وكمان الفيديو كان طويل برضه، وفي الآخر انتهى بتدمير حامل الموتور اللي فوق، وكمان آخر وقعة خلت العجلتين الدوارتين يتفكوا من أعمدة الموتور. في شوية شروخ في الرجلين دول، وأظن كمان الهيكل اتشرخ من الجنب هنا. يعني أكيد محتاج شوية تصليحات لو حابب أجربه تاني. زي ما قلت قبل كده في الفيديو، أنا بستخدم مواتير بفرش علشان أتحكم في عجلات التفاعل، والطريقة اللي بتحكم بيها في عزم الدوران اللي بيطلع للعجلات هي إني بغير التيار اللي داخل الموتور. المشكلة هنا إنه عزم الدوران مش دايماً بيكون متناسب مع التيار اللي داخل. في الحقيقة لما عجلات التفاعل بتلف ببطء ممكن تطلع عزم دوراني عالي جداً من المواتير. بس لما المواتير بتلف بسرعة، زي لما الدرون يكون بالفعل عند زاوية معينة ويحتاج يرجع لوضعه، العزم بيقل جداً لما العجلة بتكون على عدد لفات عالي. فالعزم اللي بيطلع فعلياً مش خطي، وده بيكون صعب جداً لما بتحاول تظبط إعدادات متحكم الطيران، لأن الكنترولر نفسه بيفتكر إنه محتاج يطبق قوة في الاتجاه ده عشان يوصله للاتجاه ده، ولازم تحدد مسبقاً هو محتاج يطبق قوة قد إيه. بس لما القوة اللي بتطلع مش ثابتة بيكون صعب جداً تعوض ده. في حل للموضوع ده بشكل عام؟ بعض الموتورات اللي فيها فرش بتيجي مع انكودرز، وأظن ده هو الحل الوحيد اللي ينفع هنا. يعني ببساطة هبرمج الأردوينو إنه يقيس عدد لفات الموتور في الدقيقة، وبدل ما أغير عزم الموتور بس عن طريق زيادة التيار، أقدر أحسب تسارع الموتور
وبعدين أدي التيار المناسب علشان أحاول أوصل لنفس التسارع ده. فبدل ما يكون تسارع العجلة متحكم فيه بس عن طريق التيار، هو فعلياً بيتقاس وبعدين بيتحكم فيه باستخدام حلقة تغذية راجعة مغلقة. وأظن إن دي الطريقة الوحيدة علشان أحقق تغيير ثابت في زخم العجل. صح، أنا ممكن أستمر أتكلم عن حلول محتملة وتحسينات اللي كان المفروض أعملها في المشروع ده، بس أنا حأنهي الفيديو هنا. أحب أشكركم جداً على المشاهدة. حابب أشكر 3D Prints Filament على رعايتهم للحلقة دي، وشكر كبير جداً جداً لكل الداعمين لي على باتريون. انتوا السبب في إن الفيديوهات دي بتكون موجودة. في حاجة سريعة، مش هقدر أعمل فيديوهات أسبوعية، على الأقل الشهر أو الشهرين الجايين. لسه شغال بكل طاقتي على مشاريع، بس عندي مشاريع أكبر شوية، وكمان بحاول أخلص شوية مشاريع للعجل. فأنا حقضي وقت أكتر أركز على مشاريع فيديو أطول وأنزلها لما تكون جاهزة، بدل ما أحاول أستعجل وأنزل فيديوهات جزء أول وجزء تاني. فاستحملوني لو كنتم مستنيين فيديوهات أسبوعية، أنا آسف، هوقف الموضوع ده مؤقتاً لشهر أو شهرين جايين يمكن. بس لو عجبك الفيديو ده هكون ممتن لو قدرت تعمل لايك. لو أنت جديد على قناتي من فضلك دوس اشتراك تحت. ولو عجبك الفيديو ده هيكون جميل لو شاركته مع أصحابك لو مهتمين بأي نوع من عجلات التفاعل أو الأقمار الصناعية، أو لو بيلعبوا كيربال سبيس بروجرام. دي كانت أصل الفكرة اللي جات لي من الموضوع ده. فأيوة، أنا ممكن أفضل أتكلم للأبد. شكراً مرة تانية على المشاهدة، وهشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.